الله سبحانه وتعالى شاء وأحيا كل الأنبياء والرسل اللي في التاريخ، وفجأة تجيه دابة اسمها البراق. فتح عين غمض عين، نبينا وصل عند القدس يا اخوان. كذا تكون انتهت رحلة الإسراء. بدأت رحلة المعراج، واللي كانت الوجهة فيها فوق السماوات السبع عند الله سبحانه وتعالى. فبدأ نبينا يعرج للسماء الأولى، فلما وصل كان في ملائكة تحرس البوابة حق السماء اللي بعدها. فأمناء الباب سألوا: من أنت؟ قال لهم: أنا جبريل. ومن معك؟ جبريل. ونعرفك، مين هذا اللي معك يا جبريل؟ فرد جبريل وقال: معي يا محمد. على طول فتحوا البوابة، لأنه عندهم خبر إنه نبينا محمد لو جاء تنفتح البوابة. دخل رسولنا الكريم السماء، شاف حاجات غريبة وبدأ يشوف الملائكة، وشاف رجل طوله 60 ذراع. انتم متخيلين 60 ذراع؟ وحوالين هذا الرجل العملاق كان فيه زي السواد المكتوم، سواد. نبينا لما كان يطالع في هذا الرجل الغريب، كان لما يطالع يمينه يضحك يتبسم وكأنه شاف شيء حلو، ولما يطالع يساره كان يبكي، كان يتضايق. فنبينا استغرب، هو ليش لما يطالع يسار بيبكي ولما يطالع يمين بيضحك؟ وهذا مين بالضبط؟ فرد عليه جبريل وقال: هذا أبوك آدم، على يمينه أهل الجنة وعلى يساره أهل النار. أبونا آدم هو أول بشر في التاريخ، هو أبونا. تخيل أنت أب وشايف ولدك في الجنة حتبتسم، أو شايف ولدك في النار راح تحزن. فهذا أبونا آدم شايف جزء مننا في الجنة وجزء مننا في النار. يا رب كلنا نكون من أهل الجنة. كمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع جبريل رحلته للسماء الثانية، وبرضه كان فيها بوابة، والبوابة هذه فيها أمناء، وحراس هذه البوابة ينادوا: من أنت؟ يقول جبريل. ومين اللي معاك؟ جبريل. ونعرفك، مين اللي معاك؟ يقول لهم: محمد. تفضل. تنفتح البوابة على طول يا حبيبي. حراس البوابة بنفسهم يقولوا: نحن ما أمرنا نفتح البوابة لغيره. وفي السماء الثانية نبينا شاف نبيين كريمين، شاف عيسى ويحيى عليهم السلام. فنبينا بيوصف لنا شكل نبي الله عيسى، يقول كان محمر، لا هو طويل ولا هو قصير، طوله معتدل. ويوصف نبينا كان يقول كثير الخيلان أو الخيلان، اللي هي البقع اللي موجودة على الجلد، عرفتوها؟ اللي يجي منها أسود ويجي منها كذا أحيانا نقط. فعيسى ويحيى عليهم السلام لما شافوا النبي داخل عليهم في السماء الثانية رحبوا فيه: أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فسلم عليهم النبي، ولما انتهى منهم طلع للسماء الثالثة. لسه مستمرين في الرحلة العجيبة. يقول لك لما دخل السماء الثالثة شاف شيء مختلف، شاف واحد عليه زي الهالة البيضة، واحد جميل. واللي متابع قصصنا يعرف بالضبط انا قاعد اتكلم عن مين. لما اذكر الجمال، مين النبي اللي يجي على بالنا على طول؟ نبي الله يوسف عليه السلام. اهلا بالنبي الصالح والاخ الصالح. الانبياء يسلموا على بعض. ولما انتهى من السماء الثالثة طلع للسماء الرابعة، ونفس الشيء كل مرة حقون البوابة يسألوا: مين انت؟ جبريل. او معك محمد، تفضلوا. ومن السماء الرابعة للسماء الخامسة. في السماء الخامسة نبينا شاف شيخ كبير لحيته بيضة، فسأل جبريل: مين هذا؟ وجبريل طبعا كان هو اللي عرف النبي على الأنبياء الثانيين. فجبريل قال له: هذا النبي قوموا يحبوه، هذا هارون عليه السلام. سلم عليه نبينا وطلع للسماء السادسة. قربنا من الوجهة النهائية. وفي السماء السادسة شاف مين؟ شاف نبي الله موسى، وقال عنه انه هذا نبي كان حجمه او جسمه طويل. نبينا لما حكى الرحلة بعدين يقول كان طويل. ورد عليه موسى: اهلا بالنبي الصالح والاخ الصالح. واخيرا وصل للسماء السابعة، السماء اللي فيها البيت المعمور. البيت المعمور هذه الكعبة حقت اهل السماء. نحن عندنا الكعبة في الارض، واهل السماء عندهم كعبة كمان. وشاف رجال متكي جنب الكعبة على ظهره. لما شافه استغرب لانه كان يشبه النبي كثير. سأل جبريل قال له: مين هذا؟ مين هذا اللي يشبهني؟ فرد عليه جبريل وقال له: هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كان يشبه نبينا محمد. فسلم عليه وقال له: أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وأخيرا وصلنا للحظة المنتظرة اللي من بداية المقطع ننتظرها كلنا، اللحظة اللي ما بعد السماء السابعة عند سدرة المنتهى. نبينا محمد وصل لنقطة ما قد وصلها أحد من البشر، ولا حتى أحد من الملائكة يا رجل قد وصلها. وفجأة بينما هو ماشي مع جبريل وقف. استغرب النبي إنه ليش جبريل وقف. وجبريل قال له: يا محمد تقدم
تقدم، فوالله لو تقدمت خطوة لاحترقت. حتى جبريل ما كان مسموح له يعدي النقطة هذه. فنبينا كمل الرحلة هذه الحالة، ويقول لك مشي شوية التفت لقى جبريل اختفى. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمل الرحلة لحاله. في هذه المنطقة شاف من النعيم حاجات ما خطرت على قلب بشر. ايش تبغى من حسن ومن جمال ومن نور في هذه المنطقة. تخيلوا انه نبينا اللي كان افصح العرب ما قدر يوصف المنطقة هذه من كثر ما هي جميلة. يقول لك النبي وقتها شاف حاجات العين البشرية ما شافتها. نحن في الدنيا متعودين على الألوان الطبيعية، أصفر أزرق أحمر، نعرف الألوان ونقدر نوصفها. لكن اللي شافه النبي ما قدر يوصفه، حاجات ما مرت عليه، حاجات ما هي موجودة في الدنيا أصلا، ألوان ما هي موجودة، نور غريب، ريحة مختلفة ما هي موجودة في الدنيا، شعور حتى غريب في المكان. فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نكمل. بعد سدرة المنتهى كان عرش الرحمن. هنا بدينا الكلام. كان في فاصل من نور زي الحجاب بين النبي وبين الله سبحانه وتعالى. تخيل انه الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته يتكلم معاك، يتكلم مع النبي. وفي هذا الحوار التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وشوفوا كيف كان رد النبي، شوفوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نبينا ما نسينا حتى. يا سلام عليك يا رسول الله، يا سلام. وفي هذه المنزلة فرضت الصلاة. ويقال أن الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر فرض الصلاة 50 صلاة. ونبينا محمد لما فرضت عليه 50 صلاة نزل للسماء السادسة وقابل النبي موسى مرة ثانية. فنبينا موسى سأله ربك إيش أمرك؟ فقال الرسول أمرني بالصلاة 50 صلاة. فموسى قال له أمتك لن تقدر عليها، 50 صلاة كثير، فارجع إلى ربك. فنبينا محمد رجع لله سبحانه وتعالى مرة ثانية وطالب منه أنه يخفف الصلاة. يا رب أمتي. وهذه دلالة على لطف نبينا محمد ولطف موسى عليه السلام على أمة نبينا محمد اللي هم نحن. فالله سبحانه وتعالى خفف الصلاة إلى 40 صلاة. نزل مرة ثانية نبينا محمد للسماء السادسة، شاف موسى قال له قال له صارت 40، قال لا أمتك لن تقدر عليها، أرجع إلى ربك. فنبينا رجع وطلب التخفيف، والله سبحانه وتعالى خففها من 40 ل 30. ونفس الشيء صار، نزل نبينا عند موسى لا 30 برضو، أرجع واطلب التخفيف. طلع نبينا خفف وخفف وخفف إلين وصلها 5 صلوات من أصل 50 صلاة. والخمس صلوات هذه أجرها بأجر 50 صلاة. وبرضه لما نزل النبي قال له خلاص صارت 5، قال له موسى أرجع لربك أطلب التخفيف. وهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم استحى، قال إني استحييت من ربي. يعني الصلوات كانت 50 صارت 5 بأجر 50، والحسنة ب10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. كل هذه المكارم وكل هذا التشريف ما قد صار، فنبينا استحى إنه يطلب التخفيف أكثر من كذا. ثبتت معانا ال5 صلوات، فجر ظهر عصر مغرب عشاء. ونزل نبينا صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض مرة ثانية بالبراق عند المسجد الأقصى. وانتهت رحلة المعراج، ومن بيت المقدس إلى المسجد الحرام إلى بيته، رجع لفراشه مرة ثانية. كل هذا حصل في بضع ساعات في ليلة. هو في الإسراء لما راح بيت المقدس وصلى مع الأنبياء ومدري وخلص وطلع من بيت المقدس إلى السماء السابعة، ونزل من السماء السابعة ورجع، أهله كانوا قيدهم نايمين ولسه ما قاموا من النوم، لأنه خرج في الليل، رجع قبل الفجر، لسه ما حد قام من قريش. لكن في نقطة مهمة، وهو راجع لمكة بالبراق شاف قافلة تجارية، وراح نرجع لها بعد شوية. صباح اليوم الثاني صحي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من النوم، وصحيوا الناس كلهم، ونبينا كان جالس برا البيت، كان جالس عند الكعبة، وكان كذا يهوجس سرحان. مين شافه هو سرحان؟ أبو جهل. أبو جهل شافه نبينا سرحان كذا وراح جلس جنبه وسأله أنت إيش بك كذا سرحان؟ شكل النبي وهو سرحان ويهوجس كان غريب. حتى أبو جهل اللي ماله ومال النبي قلق وجاله فضول يعرف إيش اللي قاعد يفكر فيه النبي. فقال له النبي إنه هو راح لبيت المقدس ورجع، ما حكى له عن المعراج بس حكى له عن الإسراء. فضحك أبو جهل على النبي وجمع كل الموجودين، يا جماعة الحقوا وش قاعد يقول محمد؟ يقول إنه راح بيت المقدس ورجع ونحن نايمين. وين يا أبويا وين؟ فتجمعوا الناس وبدأوا يضحكوا على النبي، والنبي يحاول يقنعهم.
الرحلة الطبيعية اللي بالقافلة تاخذ شهور يا رجل، كيف جيت سويتها في ليلة واحدة؟ وصارت ضجة في المكان. مين سمع الضجة هذه من بعيد؟ أبو بكر جاء قال إيش في يا أخوان، إيش اللي حاصل؟ راحوا قالوا له شوف صاحبك محمد يأشر على النبي. وبدأ الرسول يحكيهم ويوصف بيت المقدس ويوصف كل حجرة موجودة في هذا البيت وكأنه موجود هناك، يعني مستحيل يكذب. وأبو بكر يقول له صدقت قدام كل المكذبين. وقف مع صاحبه. ممكن لو واحد ثاني كان جحد النبي، لكن شوف هذا الصاحب الحقيقي. وفي هذا الموقف نبينا سماه بالصديق لأنه صدقه في الوقت اللي كلهم كذبوه. طب يا عمر أكيد لو واحد حكى لي قصة زي كذا ممكن ما أصدقه، خصوصا لو إيماني ضعيف. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عارف هذه النقطة، حاسب حسابها، عشان كذا قال لهم بعد 3 أيام من اليوم حتجيكم قافلة أنا شفتها في طريق رجعتي، يبغى لها 3 أيام وتوصل. القافلة عدد الأشخاص اللي فيها كانوا كذا، لابسين كذا، محملين معاهم البضائع اللي كذا وكذا وكذا، وصف لهم القافلة بالضبط وكأنه تحدي. وبالفعل بعد 3 أيام نفس القافلة اللي نبينا نتكلم عليها أهل قريش اتفاجئوا بأنها داخلة عليهم. مو طبيعي. المو طبيعي من جد مو القافلة، نبينا نحن عارفين انه شافها. اللي مو طبيعي انه لسه في ناس ما آمنت بعد ما وصف لهم بيت المقدس، وأهل قريش عارفينه مضبوط، ما هم ماسكين خط التجارة دائما. وبعد ما قال لهم عن القافلة اللي راح تيجي، مع ذلك ما صدقوا. وفي هذا الموقف الناس انقسموا 3 أقسام. ناس إيمانهم بالإسلام وبالنبي وبالله سبحانه وتعالى زاد، وعلى رأس هذول الناس اللي آمنوا أكثر أبو بكر الصديق شخصيا. والقسم الثاني ناس كان إيمانهم شوية يعني كانوا لسه إيمانهم ضعيف، هذول ارتدوا خلاص كفروا بالله سبحانه وتعالى. والقسم الأخير كفروا بكل اللي صار، هم أصلا مشركين، وبالعكس استغلوها بأنهم يضحكوا على النبي ويحرضوا الناس على النبي. وعلى رأس هذول الجماعة أبو جهل لعنة الله عليه. الشاهد من قصتنا لليوم هذه يا أخوان إنه الإنسان بطبعه عنيد. أحيانا لازم نسمح لعقلنا إنه يشوف الصح، لا يكون عقلك مقفل. دائما اتعلم واتطور واسمع لغيرك، ولا تكون زي مشركين قريش الدليل قدامهم يا جماعة البحر لونه أزرق، لا البحر لونه أصفر. وخليكم معانا في قصة بكرة إن شاء الله على خير. إذا ما اشتركتوا في القناة لسه اشتركوا في القناة، حساباتي طالعة قدامكم الآن في الشاشة، تابعوني فيها، أنزل فيها سكتشات ومحتوى مختلف عن اللي تشوفوه في القناة. أنا عمر عبد الرحمن، أشوفكم على خير يا جماعة، سلام.